مقاومة سياسية من قبل الحركة الوطنية، مقاومة مسلحة من قبل الفدائيين وجيش التحرير، ثورة الملك والشعب. وكنتيجة حصول المغرب على الاستقلال في 18 نوفمبر 1956 بعد 44 سنة من الاستعمار، لكنه كان استقلالا ناقصا. وطننا سيجسدها هذه مريم الحاجة رقية، وهذه مريم الصديقة العاقلة مدرسة، وهذه هبة البنت المشاكسة، وهذه صديقة ماما، وهاتان الخالتان خالتان حكيمتان. راكم معروفين يا خلاص العب يا لطيف يا لطيف على بشر مين عسلك الا بالنهار يا مريم كيف فعلت ذلك؟ إنها هوايتي المفضلة. نعم الهواية لقد صدقتك. أتريدين أن تقولي لي بأن ليس لديك هواية من هذا القبيل؟ انا دائما كنت اريد واتمنى ان ارمي الازبال في الشوارع لكي يقوم عمال النظافه بالتقاطها والقيام بعملهم على احسن وجه. أما أنا فهوايتي أختلف كثير، فأنا أعشق التقليد والتفكير، كل ما هو أخضر يعني في مثلا شي شجرة نحرقها ولا شي وردة نقطفها وزيد وزيد. كفى ماذا اسمع يا الهي لقد جننت أهذا معقول أيوجد شخص يفعل ذلك؟ هذه الاشياء تدل على عدم الوعي بحب الوطن. ومن تكلم عن حب وليعلم الجميع أن الوطن هو ليس في الأرض التي نعيش عليها فقط، بل هو المباني هو التراث وهو كل شيء موجود على هذه الأرض الحبيبة الغالية. سلمان ضعيفة بنتي، أنتم تسعون هذا الوطن العطاء، فأعمالكم كلها تسعون الوطن. ولكننا نحب الوطن. أتدرون ما معنى حب الوطن؟ هو أن نفديه بكل ما نملك بالغالي والنفيس. هذا نفعل آباءكم وأجدادكم، ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن. قوم مستعمر، فمنهم من استشهد ومنهم من أذل، ومنهم من بطل في الجوع يده أو فقد بصره في معارك حاسمة، ومنهم من خسر كل أمواله في سبيل تحرير الوطن، وأكل تضحية ممتاز معجز الزمان والسلام. كيف ذلك؟ تعلم أنه بعد قدر المستعمر الفرنسي لم يكتمل استقلال البلاد، كان لابد من قدر المستعمر الإسباني من الصحراء المغربية لكي تكتمل وحدة بلادها. ففي 16 أكتوبر سنة 1975 أعلن المقتول الحسن الثاني طيب الله تعالى عنه بأنه أكبر مسيرة مسلمية في التاريخ، فكانت من تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد وضعت هذه المسيرة حتى حوالي 3 قرن من الاستعمار والاحتلال المرير لأقليم الجنوب الصحراوي، ومكنت بلادنا من استكمال وتحقيق وحدتها الترابية. نعم، وفي 5 نوفمبر سنة 1975 خطب جلالته المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في المسيرة الخضراء قائلا: غدا إن شاء الله سنخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستلمسون رملا من رمالكم وستطأون طرفا من أراضيكم وستقبلون ثرى من وطنكم العزيز. نعم يا أطفالي الأعزاء، 350 ألف مغربي ومغربية شاركوا في المسيرة الخضراء، 10% منهم من النساء. كانت مسيرة بدون حرب ولا سلاح، هذا سميت ولقبت بمعجزة الزمان، وانطلقت المسيرة بقدر كبير من الانتظام والدقة. نعم كان سلاحهم هو المصحف الشريف والأعلام المغربية، وبذلك تم وضع حد نهائي للاستعمار الإسباني، وبذلك حسبت المغاربة. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة، موردنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، موردنا لازم
عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فايضة بالجود وبالخير نوصف محاسن لالا مكمولة توصف لالا مكمولة توصف مكمولة توصف مكمولة توصف عروسة محروسة فرح منك مسكوها بير لالا مكمولة توصف مكمولة توصف مكمولة توصف نوصف محاسن لالا مكمولة توصف لالا مكمولة عروسة محروسة فرح منك مسكوها بير لالا مكمولة توصف مكمولة توصف مكمولة توصف حبيبتي راح تروح كل منظر وشم الورد واسمع فيك الطير تيسبح اسم القادر يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي ويا بلادي عيشي 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 يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فايضة بالجود وبالخير لأجلك وطني ماضي لغد بلا ملل ولا كلل لأجلك وطني بروح التحدي وعين التفاؤل والعمل لأجلك وطني لأجلك وطني ماضي لغد بلا ملل ولا كلل لأجلك وطني بروح التحدي وعين التفاؤل والعمل أنت الباب كل الأعضاء موطني يا من بك الشرفاء أنت الحياة هددونا بالقتل وأخذوا لنا سلطاءنا وملكنا بعيدا عن الوطن. ذكر الرجل اسم الملك فقتلوه المستأمنين. الهلال لقد كشفوا. صحراء هي ملكنا ولست من غير أحد. يجب علينا أن نعمل شيئا. عندكم الحق يا أبناء ولذلك يجب أن نعمل شيئا بلا سبب